يو فايرتون is back. قد مر الكثير من الوقت على أن أقوم بفيديو كهذا. على أي حال، آسف عن السحبة بعد الحلقة الثانية من كرتون إن مولتيفيرسز. أنا كنت أقوم بالكثير من الأشياء في هذه العطلة للقناة ولكرتوناتي، لكن لم تنتهي كلها بعد. سأقولها لكم لاحقا، لكن هناك خبر علي أن أقوله الآن. لدي فريق. نحن نعرف هذا. قل شيء آخر. لا أقصد فريق الانستغرام، يعني إني فتحت سيرفر ديسكورد، وهذا السيرفر لإحضار مزيد من الأشخاص المساعدة في كرتوناتي، خاصة فاير، وأيضا أخبار عن كرتوناتي. الآن أدعكم مع الياس ليعرفكم على الفريق. السلام عليكم، معكم ليتيرو، مقدم ثاني بعد فايرتون. أنا وفايرتون سوف ننزل بشكل متعاقب، وإن شاء الله سنكون على قلة أملكم ولن نخيب نظرتكم لنا. المهم، بما أن هذا أول مقطع تعاوني في الفريق، سوف يكون قصير ومستواه تعرفون بالفريق فقط. أولا، كاتب ومنتج حاليا غوست. ثانيا، لوكاس رسام الفريق، وفايرتون مالك القناة ويقوم بعدة أشياء أخرى. إذا تريدون أسماء الفريق الحقيقية تعالوا إلى سيرفر ديسكورد الذي سيكون رابطه في الوصف، والسلام عليكم. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو القصير التعريفي للفريق. وبمناسبة، لا يزال فريق الانستغرام موجود، لكنه ميت بعض الشيء. أين أخبار التي ستقولها لنا؟ أنا على وشك قولها الآن. بمناسبة المحتوى القديم، يعني قبل الحلقة التجريبية لفاير، ستعود. وحقا هناك كثير من الأشياء حدثت في عالم الكرتون سأتحدث عنها. وأيضا قناتي الثانية حاولت العودة إليها، لكن لدي انترنت شيت في هذه الصحراء اللعينة التي أعيش فيها، لكن سأحاول. وهل تعرفون لعبة الراب التي فيها فتى قصير بشعر أزرق وتغني شخصيته بطريقة غريبة؟ إنها FNF. اللعبة صارت ميتة. لما لم يقل أحد أن ماينكرافت لعبة ميتة لأنها من 2010؟ لا أعرف. لأنها لا تزال تحمل معجبين. لما سألت هذا السؤال على أي حال؟ هذا لأني أعمل حاليا على مود الله عن كرتون فاير بالطبع. حرفيا قمت بكل شيء، من شخصيات، أغاني، أشياء أخرى، وبعض المساعدة من بعض المطورين العرب. لكن يبقى فقط من يضع كل شيء معا في اللعبة، أعني مثل كودر أو مبرمج أو شيء مثل هذا. لكني سأواصل البحث عنه. أتمنى أنكم استمتعتم بالمقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، لأن عدد مشتركينها صار ميتا الآن. ومن يريد الانضمام لنا، رابط السيرفر وحسابي في الانستغرام في الوصف. وباي. اشتقت لقولي هذا.